السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون تمام. طبعا معاكم ليشا من قناة ليشا ديستنكتيف. طبعا اليوم راح اتكلم عن صبغتين انا جربتناهم، راح اقيمهم، واذا يعني مثلا لو تقولون لي ليشا وش تنصحينا باي صبغة، راح ارشدكم اي صبغة، واي صبغة حبيتناها مرة وما ضرت شعري وما راحت بسرعة وما خربت شعري. طبعا اول شي راح اتكلم، طبعا الصبغات اللي راح اتكلم عنهم صبغة ويلا كولستون وصبغة غارنيه. طبعا راح ابدأ بأول صبغة حبيتها. طبعا الصبغة اللي I love it حبيتها مرة هي صبغة غارنيه. طبعا اول شي بتسألوني ايش اللون اللي انت كنتي اخترتيه. طبعا هي اول صبغة انا جربتناها في حياتي. اسم اللون اشقر فاتح رمادي، وهذا رقمه. طبعا ممكن بعضكم يقول انه اوه طلع لي نفس اللون. لا، ما طلع لي نفس اللون، انا شعري بالاساس اسود وما راح يطلع نفس اللون. وهنا يحطوا لك الدرجات، بوضح لكم. يقول لك يعني اذا كان شعرك هنا اسود وصبغتي هذه الصبغة راح يطلع هذا، واذا كان شعرك الاصلي هذا راح يطلع هذا، إذا كان شعرك الأصلي لونه كذا راح يطلع مع الصبغة كذا. طبعا أنا بما إنه شعري كذا طلع كذا. طيب، وما طلع كذا إلا بعد ما خليتناها 6 ساعات على شعري، وهم تقريبا يقولوا خلوها 45 يعني دقيقة. طبعا خليتها 6 ساعات، اطلع على نحاسي أبدا ما طلع زي كذا نفس هذه الصبغة. طيب، أول شي في الصبغة هذا، طبعا هذا مظهر اللون انتو شايفين. طيب، هذا اللي يطلع لك اللون، لون الصبغة. طيب وين الصبغة؟ لون الصبغة هذا هو في هذا العصار. طيب هذا كريم الصبغة، وهنا القفازات، وهنا كتيب الإرشاد. طبعا كتيب الإرشاد في 3 لغات، عربي انجليش وايراني. طبعا اكيد ايراني ما راح نستفيد منه. وهذا البلسم. طبعا البلسم بزيت الزيتون. طيب، حبيتناها ولا ما حبيتناها؟ مرة حبيتها. I love it. أول ما صبغت، طبعا صبغة غارنيه تعتبر خفيفة على الشعر، تصلح للبنات اللي شعورهم ضعيفة، شعورهم مثلا ما تتحمل الصبغات وزي كذا. لما صبغت أنا نزل لون الصبغة. طبعا نزل يعني لما صبغت أنا أول مرة وجيت أغسل الصبغة نزل يعني الزايد. ثانيا حسيت انه اللون طبيعي، ما حسيت انه شعري مصبوغ. يعني ممكن لو ناس يشوفوني كأول مرة بيقولون اوه هذا لون شعرها، ابدا ما حسيت انه خشن الشعر، بالعكس عطى شعري لمعة لانه هو فيه اساسا زيت زيتون. طيب، ثالثا انه لما يعني صرت دايما اغسل شعري الصبغة ما عاد تنزل، ثابتة في الشعر الى الان. تقريبا صار لي الحين سنة والصبغة تقريبا في شعري إلى الآن. تصلح البنات اللي مثل ما قلت شعورهم ممكن تكون جافة مثلي أنا كيرلي وضعيف مثلا، ما تصلح يعني. اللي يعني هي خفيفة على الشعر، فاهمين؟ يعني ما تأذي الشعر. حبيتها مرة وأنصحكم فيها. لو تقولوا لي ترجعين مثلا تشترينها أكيد وبقوة. طبعا هذه صبغة توها جديدة ما استخدمتها وراح أستخدمها إن شاء الله. طيب الصبغة اللي أبدا ما حبيتناها، طبعا الصبغة اللي جدا سيئة وما حبيتناها وما أنصح أي بنت تستخدمها أبدا أبدا أبدا. في ناس حبوها بس أنا ما حبيتناها. هذه الصبغة أولا تصلح للشعور، الشعر اللي يقدر يتحمل، الشعر اللي قوي، لأن هذه الصبغة جدا قوية. أولا أول ما حطيتناها حسيت شعري خشن يابس جاف، كرهت نفسي كرهت عيشتي كذا، ودي أقص الشعر. لما غسلتنا أول مرة طبعا نزل الزايد عادي، بس لما صرت تقريبا أغسل شعري تنزل الصبغة، تنزل صبغة يعني ما هي ثابتة. تقريبا استمريت تنزل الصبغة يمكن شهرين وهي تنزل الصبغة، ما أبالغ.
ما أبالغ ما أبالغ. طبعا الصبغة اخترت أناها دارك براون، بني غامق. لما صبغت حطيت على شعري وصلت أناها، انصدمت باللون، اطلع أسود. لا تقولوا لي أسود عادي، طلع لي أسود مفحم. خفت أنا من شعري، خلاص شوي بصيح، خنقتني العبرة. والله العظيم إن جتني فترة أنقرف ما أبي ألمس شعري. ليه؟ لأني متعودة إنه أول شي صبغت أنا صبغة قرني، ثم حبيت إنه أرجع شو اسمه البني غامق، أبي شعري يصير بني غامق. فلما صبغت أنا طلع لي أسود، وأنا كنت متعودة على البني الفاتح، فانصدمت أنا بالأسود مرة، يعني طلع شكله جدا بشع. وثانيا يبين إن شعري مصبوغ، وشعري ما عاد صار فيه لمعة أبدا أبدا أبدا، وأحسه يابس وشكله مرعب ومقزز. طبعا ما حبيت أنا الصبغة هذه أبدا وأبدا. يعني الصبغة مو مثل اللي بيشوف شعرك بيقول مبين إنه مصبوغ، أبدا ما حسيت إن الصبغة طبيعية زي كارنيه كأنه شعري من الله. طبعا خلنا أوريكم. طبعا إيه رغوة طبعا. وفيه الكريم، طبعا خلاص الكريم استخدمته ورميته. طبعا هذا المظهر خلاص مستخدم هو، بس أنا حافظته عندي عشان أوريكم. طبعا هذا ثانيا لما استخدمت الصبغة وتنثرت على التسريحة حقتي، اعدمت لي التسريحة مرة. يعني أقدر أقول تصبغ على الأماكن اللي حولك، فانتبهي. وهنا تحطين هذا. بس اللي حبيته في الصبغة صراحة هذه، لأنها سريعة وحلوة. طبعا هنا الشعر القصير وكله شعر طويل، بس صراحة ما كفتني أبدا. أنا شعري طويل وما كفتني، حسيت إنه خلاص شوي بتخلص وباقي لي كم، يعني باقي لي كذا جزء وما صبغته. المهم أنا ما حبيتها. يعني لو مثلا تجون تاخذون استشارتي نشتريها أو لا، بقولكم لا تشترونها، لأني أبدا ما حبيتها. في ناس حبوها بس هي قوية على الشعر، يعني ما تصلح اللي شعورهم ضعيفة أو تتكسر بسرعة. بس طبعا بس هذه المقارنة بين جارنيه وكولستون. للمعلومية أنا أول شي صبغت جارنيه، حبيتها مرة. سمعت إنه كولستون حلوة، واللي جذبني إني أستخدمها هو الرغوة، إنه بسرعة يعني تتوزع على الشعر زي الشامبو. حبيت الرغوة صراحة فيها، بس أبدا ما حبيتها كنتيجة. خشنت الشعر، يعني خلته جاف. الشعر مبين انه مصبوغ، انا ابي نتيجة يبين انه شعري ما هو مصبوغ وفي لمعة. انا ما حبيت انا كولستون وحبيت جارنيه. بس تقريبا هذه المقارنة بين كولستون وجارنيه. تستشيروني ناخذها او لا؟ او وش الافضل او وش اللي ناخذ؟ يعني لو تستشيروني اقولكم خذوا جارنيه. حبيت جارنيه مرة، وابدا ما يبين انه الشعر مصبوغ. بس اتمنى انه الفيديو فاتكم رغم بساطته، رغم انه المعلومات بسيطة، بس ان شاء الله تكون مفيدة. إذا عجبكم الفيديو سووا لايك وعلقوا، لأني أنا صراحة أحب تعليقاتكم تشجعني وتدعمني. ثانيا اشتركوا في القناة، كلها ضغطة زر. وبس، مع السلامة.